كما قال ياسين قبل قليل، الحديث الآن سيكون مع قافلة أخوة وصلة راح تكون موجهة مباشرة لفائدة اللاجئين الصحراويين أو لفائدة مخيمات اللاجئين الصحراويين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف البلاتو سيد محمد قاضي والإصلاح. صباح الخير وأهلا بك. صباح الخير عليكم ومرحبا بك. صباح الخير، مرحبا بك معنا. أهلا بك معنا. إذا بداية سيد محمد نتحدث عن هذه القافلة وشنو هي أبرز النشاطات اللي راح تكون فيها وقتاش راح تبدأ؟ بداية شكرا للبرنامج شروق مورنينج على هذه الاستضافة. قافلة أخوة وصلة 3 هي القافلة الثالثة التي ستوجهها جمعية الإرشاد والإصلاح إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بعد قافلة أخوة وصلة 1 اللي كانت سنة 2014 وقافلة أخوة وصلة 2 سنة 2015. حملت مساعدات إنسانية، مساعدات طبية، مساعدات اجتماعية، مساعدات غذائية إلى الصحراويين. هذا يدخل في ضمن القوافل الإغاثية التي تسيرها جمعية الإرشاد والإصلاح طيلة أكثر من ربع قرن إلى المحتاجين في معظم أرجاء العالم، من يعني بداية من فلسطين إلى سوريا إلى مالي إلى باكستان وصولا إلى الصحراء الغربية. هذه القافلة ستحمل أكثر من 15 طن من السميد يعني شاحنات كبرى تحمل أكثر من 15 طن من السميد والمواد الغذائية، تحمل أكثر من 12 طن من التمور الجزائرية قادمة من بسكرة ودسوف. تحمل يعني كذلك هي القافلة بشكل عام قافلة مواد غذائية حتكون فيها بصفة عامة؟ هي الآن جمعية الإرشاد والإصلاح تعمل ببرامج في الجانب الاجتماعي والجانب الإغاثي. هنا هذه في القافلة هذه تحمل قافلة غذائية وكذلك تحمل قافلة طبية. هناك وفد طبي يحمل أكثر من 15 طبيب متخصص في 14 تخصص، بالإضافة إلى صيدلاني وبعض الممرضين. يعني راح تكون ترافقهم، بالإضافة إلى شاحنة كذلك محملة بالمواد الصيدلانية، خاصة وأن جمعية الإرشاد والإصلاح خلال السنة الماضية كانت يعني بعد القافلة أخوة وصلة 2 كانت سيرت قوافل صغيرة تمشي المخيمات اللاجئين تشوف أحوالهم ماذا يحتاجون في نعم. سبق لكم ونسقتوا أو في هذه قافلة أخوة وصلة رقم 3 راح يكون فيه تنسيق أو كان فيه تنسيق مع جمعيات وطنية تنشط في هذا المجال، مجال التضامن ومجال تقديم المساعدات لمختلف الفئات. احنا فيما يخص القافلة أخوة وصلة 3 احنا في البداية نحن ننسق مباشرة مع وزارة الداخلية والخارجية، هذا في الجانب التنظيمي. احنا وصلنا يعني حاولنا أن نتصل بالهلال الأحمر الجزائري وبعض المنظمات الجزائرية، إلا أنه للأسف لم نستطيع التوفيق في أنه تكون هناك عمل مشترك معهم، فبادرنا ككل مرة في العمل وفي إيصال هذه المساعدات. ربما الأمر المختلف ما بين القافلة أخوة وصلة 1 2 و3، هل جانب الرقم زدتوا جانب التخصصات يعني الجديد؟ يعني احنا في قافلة أخوة وصلة خلينا نقول لك 1 كانت مساعدات غذائية. لما مشينا للمخيمات شفنا باللي هناك مش غير الغذاء فقط اللي يحتاجوه الصحراويين، الإخوة الصحراويين. فقافلة قافلة أخوة وصلة 2 كانت أخذت قافلة غذائية بالإضافة إلى قافلة صحية، وكذلك كانت مشات معهم كذلك قافلة تربوية ثقافية، لأنه هناك مشكل كبير يعانيه الإخوة الصحراويين، هو مشكل التنصير اللي أخذ أبعاد خطيرة في المخيمات. فأخوة وصلة 3 راح تمشي في الجانب الغذائي والجانب التربوي والجانب الصحي، بالإضافة إلى الجانب التوعوي كذلك. توعوي ديني، حيكون في معكم دعاة؟ نعم بإذن الله تعالى. شكون بالنسبة للوفود الرسمية اللي راح تكون معكم في هذه القافلة؟ هو الوفد راح يكون وفد خاص بجمعية الإرشاد والإصلاح. احنا في كل مرة تنسيقنا قلت هو مع الوزارة الداخلية والخارجية. احنا في الاستقبال تاع هذا الوفد ستكون الحكومة الصحراوية، واحنا الآن مع السفير الصحراوي هنا في الجزائر. الوفد الرسمي هو وفدنا، هو وفد جمعية الإرشاد والإصلاح. حتى تقعدوا ثم تقريبا 3 أيام؟ هو القافلة تنطلق غدا، هو الشاحنات انطلقت من بسكرة وتسوف ومن الجزائر العاصمة، تصل غدا إن شاء الله، بالإضافة إلى الوفد الذي سيكون من الجزائر، يبقى 3 أيام بالمخيمات. احنا في سنة 2015 كانت أكثر من غير
من غير المساعدات الغذائية كانت أكثر من 400 حالة كانت عينوها الأطباء. يعني قبل ما نختموا، مساعدات كثيرة حتكون في هذه القافلة. من أين جاءت؟ هل الناس تبرعوا بطريقة مباشرة؟ هل كانت في مساعدات من جهات رسمية؟ تفاصيل حول مصدر هذه الإعانات. هي الجمعية في هذا الشهر، خلينا نقول لك خويا ياسين، أطلقت ثلاث قوافل إغاثية دولية. القافلة الأولى اللي كانت إلى مخيمات الإخوة السوريين بالريحانية بالحدود التركية، كانت يعني عندها مبرر الأيام فقط من اللي رجعت كانت أخذت مساعدات غذائية. القافلة الثانية اللي راهي للصحراء الغربية، والقافلة الثالثة إن شاء الله راح تكون في شهر أفريل إلى إخواننا الفلسطينيين. كل هذه القوافل اليد الأولى التي مدت إلى جمعية الإرشاد والإصلاح هي يد الشعب الجزائري، بالإضافة إلى بعض الجهات الرسمية، هي وزارة التضامن. وكذلك من هذا الباب أشكر وزير التضامن اللي ساعدتنا والوزير الأول اللي ساعدونا في القافلة أخوة وصلة 2. يعني أنتم لما تأتيكم مساعدات هل تكون مباشرة لهذه القافلة بحدها، ولا تجيكم مساعدات بصفة عامة ثم أنتم على مستواكم تقسموا على حسب الاحتياجات؟ لا، احنا قلت لك الآن جمعية الإرشاد والإصلاح تعمل بالبرامج الإغاثية. البرنامج عنده حملة. الآن عندنا احنا هيئة الإغاثة الجزائرية هي اللي تقوم بها، هي اللي تشرف على هذه البرامج. يعني المساعدات اللي تكون في الصحراء الغربية تمشي للصحراء الغربية، والمساعدات اللي تكون لسوريا أو لفلسطين تمشي مباشرة للبرامج أو للمشاريع التي نسقت من أجلها. ويتم تنسيق وربما الكولكت ندير مباشرة لهذا المشروع. مباشرة للمشروع، نعم. نتمنى لكم التوفيق في الختام في هذه القافلة وفي مشاريعكم التضامنية الأخرى. محمد قاضي، مكلف بالإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح، شكرا لك على حضورك معنا. شكرا لك محمد، بالتوفيق. نواصل فقراتنا مشاهدينا في المورنينج. حديثنا بعد قليل مع محمد حيكون وقفة على هذه التفجيرات في العاصمة البلجيكية. ابقوا معنا.